يا هلا. وقصتنا اليوم عن حادثة لوكربي، الحادثة الشهيرة واللي بالرغم من شهرتها إلا أن القليل من يعرف ملابساتها بالتفصيل. في مساء يوم 21 من ديسمبر من عام 1988 في مكان سكان مدينة لوكربي الاسكتلندية ينتظرون ليلة هادئة. كما هو معتاد تفاجئوا بأجسام غريبة تسقط على منازلهم، مما أدى لحدوث انفجارات ضخمة وتدمير عدد كبير من المنازل. أدت الانفجارات لوفاة 11 مواطناً من سكان المدينة. احتاج السكان لبعض الوقت حتى استوعبوا ما كان يحدث. بمعاينة سريعة للأجسام المتساقطة، استنتجت السلطات أن الأجسام تعود لأشلاء طائرة تجارية. بعد ساعات أعلنت السلطات البريطانية والأمريكية أن الطائرة المنكوبة يا طائرة تعود لشركة بانام أمريكا في رحلتها رقم 301. هذه الرحلة كانت متجهة من مطار هيثرو في لندن عبر أجواء اسكتلندا لتقل 259 راكباً إلى محطتهم النهائية في نيويورك. بمراجعة بيانات الرحلة، تبين أن الطائرة قد اختفت من مسارها بعد مضي قرابة النصف ساعة من الإقلاع. بمعاينة سريعة لموقع سقوط الطائرة واللي شامل مساحة تصل إلى 2000 كيلو متر مربع، وبسماع شهادات الشهود، استنتج المحققون أن الطائرة كانت قد انفجرت في الجو ثم تساقطت أشلائها على الأرض. على المحققين أن يعرفوا سبب الانفجار، هل هو حادث عرضي أم عمل تخريبي؟ فيما لا يزال المحققين منشغلين في البحث عن الأسباب، توجه السياسيين والإعلام لتوزيع التهم. قبل 5 شهور تقريبا من الحادثة، تسببت البحرية الأمريكية في إسقاط طائرة حجاج إيرانية ومقتل ما يقارب من 290 راكب. وقتها هددت إيران بالرد، ولهذا السبب توجهت أصابع الاتهام في البداية في اتجاه الإيرانيين. قبل سقوط الطائرة بأيام، كانت السلطات الألمانية اعتقلت مجموعة فلسطينية بحوزتها حقيبة متفجرات معدة لتفخيخ إحدى الطائرات. ولأن الطائرة المنكوبة كانت قد مرت على مطار فرانكفورت قبل توجهها إلى مطار هيثرو بلندن، ظهر اسم المجموعات الفلسطينية على لائحة المتهمين. الجدير بالذكر هنا إنه اسم ليبيا لم يظهر على لائحة الاتهام إلا بعد التقدم في التحقيقات. فيما كان الإعلام والسياسيين مشغولين بتوزيع الاتهامات شرقاً وغرباً، كان المحققين يحاولوا حل هذا اللغز الصعب. قام المحققين بعمل جبار، جمعوا أشلاء الطائرة المتناثرة وإعادوا ترتيبها. من خلال هذا العمل وبمعاينة أولية لهيكل الطائرة، استنتجوا أن الانفجار قد حدث داخل حجرة الحقائب الأمامية. بسبب وجود آثار متفجرات على بقايا إحدى الحاويات داخل حجرة الحقائب، حددوا الحاوية وين حدث الانفجار. أصبحت ملامح القضية واضحة. حقيبة سفر تم تفخيخها وإدخالها إلى حجرة الحقائب بالطائرة. شنو كانت هذه الحقيبة وكيف وصلت للطائرة؟ وشنو علاقة ليبيا بالقصة؟ لو حابب تعرف، تابعنا في الحلقة القادمة، ولا تنسى اللايك والشير. سلام.